نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فمن توفيق الله تبارك وتعالى لك أن اخترت التوبة بعد الصدق. نعم. وأن اخترت الصدق قبل التوبة، فلا توبة بغير صدق ولا صدق بدون توبة. نعم. الحمد لله رب العالمين. فما هي التوبة؟ نعم. كثير من الناس يتصور أيضا أن التوبة أنه سيقول بلسانه فقط تبت إلى الله ويتوقف عند هذا القدر. كلا، فما أروع هذه الوصية التي رواها الإمام مسلم وغيره، حديث الأغر المزني رضي الله عنه. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي رواية عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أيضا: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي رواية البخاري: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا هو النبي، وهذا هو المصطفى صلى الله عليه الذي وسلم. قال له ربه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. فكثير من أحبابنا يتصور أخي الحبيب أن التوبة للمذنبين من أمثالي وللعصاة فحسب، بل التوبة أعلى مقامات هذا الدين، فهي أول الأمر وخاتمة الأمر. وأكثر الناس لا يعرفون حقيقة التوبة ولا قدر التوبة، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. عايزين نفصل بقى دي يا شيخنا. مهمة قوي حتة العلم والعمل والحال، لأن حضرتك قلت حاجة مهمة قوي. الناس بتختزل التوبة كلها في هذا القول. نعم. تبت إلى الله. نعم. تقول له استغفر لك استغفر الله، دون أن يتحقق من هذه المراتب الثلاث. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون نعم. لعلكم تفلحون. نعم. فالأمر هنا لأهل الإيمان. أما بالنسبة لأهل الذنوب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. انظر إلى الفرق. نعم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبداية أود أن أقول لأحبابنا بداية أنه لا ينبغي لك أبدا أن تيأس أو أن تقنط. دعني أؤصل لهم هذا ابتداء. نعم. لا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا، مهما عظم الذنب وكبرت الكبيرة، فما عليك إلا أن تقبل الليلة على الله جل وعلا، وأن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بفقرك ونقصك وعجزك، وأنت على يقين مطلق أنه جل وعلا سيفرح بك وهو الغني عن العالمين. الله أكبر. أعجب كلما قرأت آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا. لم يقل قل يا عبادي الذين وحدوا، لم يقل قل يا عبادي الذين آمنوا، لم يقل قل يا عبادي الذين أحسنوا، وإنما الذين أسرفوا. فجعل المسرفين عبادا له ونسبهم إليه، وفتح لهم باب الرحمة وباب الرجاء. وما أكثر الآيات. قال في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الله أكبر. نتعلق بإلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فصل، ما تخافش. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم أؤكد لإخواني المذنبين من أمثالي: فكلنا ذلكم العبد المذنب، ولا ينبغي أن يغتر مخلوق بعلم ولا بعمل، وإنما يجب أن ينكسر لربه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها في اللحظة يعني مرات ومرات. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاه. يعني اسمح لي أن أذكر ببعض الأحاديث السريعة أيضا لأفتح باب الرجاء وباب الأمل، ثم أبين بعد ذلك لإخواني حقيقة التوبة علما وعملا وحالا. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أذنب عبد ذنبه وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد. فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أول ما العبد يقول كده يا رب اغفر لي ذنبي، أول ما العبد يقول كده يقوم رب العزة يقول إيه؟ أذنب عبدي ذنبه، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب.
الله أكبر. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، نعم ما هو عبد. نعم. فقال يا رب اغفر لي ذنبي. تاني تاني وتالت و30 و300 ألف. بس المهم وانت بتتوب ما تبقاش عاقد العزم والنية على العودة. وأفصل تاني. نعم. أي رب اغفر لي ذنبي، فيقول الله أذنب عبدي ذنبه فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب. تالت ما هو عبد. فقال يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبه فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. الله أكبر. بس خلي بال حضرتك يا شيخ خالد، الله أكبر. وإخواني وأخواتي، مش عاوزك حبيبي في الله وأختي الفاضلة تتصور إن الباب ده بيفتح لنا باب الجرأة على الله. نعم. لا، ده بيفتح لنا باب الرجاء في الله. نعم. ما أصلنا عبد والرب رب والعبد عبد. نعم. مهما انتزعت أشواك المعاصي والذنوب ثيابك فما عليك إلا أن تكذب ثيابك وأن تغسلها بدموع التوبة والأوبة والندم وأن تقبل على الله وأنت على يقين بأنه سيفرح بك. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. فسر لنا مولانا الكلام ده. راجل راكب راحلة عليها الطعام والشراب، ماشي في صحراء، أرض منقطعة، وفجأة انفلتت منه راحلته، فقد الظهر الذي يركبه، فقد الطعام، فقد الشراب، رأى شجرة فنام في ظلها واستسلم للموت ينتظر الموت في أي لحظة. فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه مذللة عليها الطعام والشراب. عاوزك تتصور فرحة هذا العبد. فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخطأ من شدة الفرح. نعم. الناس مش مستوعبة اللفظة دي. يا أخي فرح الله بتوبتك الليلة، فرح الله بتوبتك الليلة يا أختاه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة، مش بقول لحضرتك الراحلة، لا، بعودة أسباب الحياة إليه. نعم. بل لقد رأى الحبيب المصطفى امرأة في السبي تبحث عن ولد أو عن ولدها، أو كلما وجدت طفلا ألزقته ببطنها وأرضعته. فتأثر النبي بهذا المشهد الحنون الرقراق وقال لأصحابه أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. أحد الصالحين المحبين يقول اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر. طيب الله الباب أكبر. مفتوح. نعم. وعلى مصراعي. لا، وهقول لحضرتك اعلم بأن باب التوبة لا يغلق أبدا إلا في حالين اثنين، إلا في حال الغرغرة وإلا وحين تطلع الشمس من مشرقها. نعم. من مغربها. نعم. كعلامة كبرى من علامات العشر التي ذكرها النبي في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. نعم. يبقى أنت الآن في مهلة، أنت الآن في سعة. والله في هذه الليالي يبسط يده. نعم. ما من ليلة، الله يفتح عليك. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة نزولا يليق بكماله وجلاله. نعم. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتنزل الحق تبارك وتعالى كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية في الثلث الأخير من الليل، فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا زال كذلك حتى ضيء الفجر. أنت لسه قاعد قدام الأفلام الإباحية، أنت لسه قاعد قدام المسلسلات. ربك ينادي عليك يلا بسرعة قل بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. الله أكبر. الله أكبر.